الحلقة دي عملنا زيها يعني مع محمد سامي وجبنا كل المشاكل بتاعته، ولسه في مشاكل كتيرة جدا هنتم يعني عمل حلقات عنها بعد كده. الفنان وكل المشاكل، لو كان فنان بتاع مشاكل زي الفنانين اللي احنا يعني جبناهم في الحلقات اللي قبل كده، او حصل ليهم مشاكل كتير، يعني مش شرط يكونوا بتوع مشاكل. اول مشكلة معانا النهاردة لبطل حلقة النهاردة. وطبعا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو فيديو عجبك. المشكلة الأولانية طبعا لو نفتكرها بين محمد رمضان وكانت أحمد الفيشاوي، إن يعني أحمد الفيشاوي رد عليه وقال له بيقولوا إن بيقول على أحمد الفيشاوي إن هو بيقول على نفسه نمبر 2، وهو طبعا بيثبت قدام العالم كله إن هو رقم 2. ويعني كلام محمد رمضان دايما بيبقى فيه تخبيط في زمايله لما بيقول أنا فكرة إن رقم واحد وكده. طب رقم واحد على مين؟ ما هو الفنانين اللي جنبك هيفهموا إن أنت بتقول إن أنت أهم منهم، خاصة كمان ايراداتك في السينما ما هياش اعلى من ايراداتهم. يعني اعلى ايرادات كريم عبد العزيز واحمد عز، وحتى فيلم الحريفة فنانين جداد خالص، وسيكو سيكو جايبين ايرادات اعلى بكتير من افلام محمد رمضان كلها. فكلامه عن انه هو رقم واحد بيضايق ناس كتير جدا، وشفنا يعني ردود كتير قوي من احمد عز وكريم عبد العزيز ان مفيش حاجة اسمها رقم واحد. فهنا احمد الفيشاوي عمل اغنيه اسمها نمبر 2 وبيتكلم فيها ان هو رقم 2، يعني تريقه. وقال برضو احمد الفيشاوي ان يعني محمد رمضان قابل النقد اللي هو بيقوله ده بكلام صعب جدا، زي ما قال يعني رد عليه رد قاسي جدا. فقال ايه يعني؟ ليه يعني؟ ده انا كنت بتكلم في اغنيه عادي ما كانتش تستاهل الرد الجامد اللي هو رده ده. وقال ان هو انا كنت بعمل اول مليار، وقت ما كنت بعمل انا اول مليار انت كنت قاعد على الكنبه. فاحمد الفيشاوي رد في مع انجي علي في برنامج وقال طبعا انا كنت قاعد على الكنبه لان كنت عملت اكتر من مليار، وهو لسه بيشقى في اول مليار ليه. فيعني حتى الناس بتعرف ترد، لكن ما بيحبوش قوي يردوا على محمد رمضان عشان يعني ما يزعلوش. يمكن ناس يمكن تكون بتتفرج على افلام محمد رمضان او بتشوف مسلسلاته، فيعني تقاطع الممثل ده. عندك كزبره، محمد رمضان اتريق على اسمه وقال له احنا مش في محل عطاره هنا لما حد جاب له سيره كزبره. وللامانه برضو كزبره هو اللي كان بادئ الاول تلقيح وكده على محمد رمضان، فترد عليه بالمنطق ده ان هو كزبره ايه، احنا مش في محل عطاره. ايه الصوره اللي بعدها؟ المشكله اللي بعدها كان هاني رمزي المفروض بيقدم الجوائز في احد المهرجانات يعني، وكانت جايزه احسن ممثل وقتها في الدراما التلفزيونيه كانت لمحمد رمضان. فهاني رمزي كان بيقول جايزه احسن ممثل مين هياخدها السنه دي قبل ما يقول الاسم. فالجمهور قعد يقول رمضان رمضان رمضان، فراح قايل لهم رمضان. فبيطلع محمد رمضان وبيستلم الجايزه فبيقول يعني كنت اتمنى ان الاستاذ هاني رمزي يقول اسمي ما يقولش رمضان، لان انا اسمي محمد رمضان مش رمضان. فهاني رمزي راح قايل له خلاص هحقق لك امنيتك بما انك كنت تتمنى ان انا اقول اسمك. فراح قايل محمد رمضان في المايك. هنا الناس افتكرت ان هو يعني في احراج لهاني رمزي، احراج كبير، لكن في الاخر هاني رمزي رد عليه في الحفله بسرعه بديهه. سميرة عبد العزيز في احدى اللقاءات قالت لا انا ما ينفعش اكون انا ام الابطال وام الشخصيات التاريخيه. يعني كانت يعني عندك مسلسل ام كلثوم كانت هي والدتها، فقالت انا بطلع ام الشخصيات تاريخيه كبيره يعني، لكن لا يمكن اعمل لشخصيه زي الشخصيات اللي بيقدمها محمد رمضان. فمحمد رمضان بعد كده طلع اتريق على كلامها او سخر من كلامها او هكذا الناس فهمت من كلامه يعني. بعد كده بفتره انتشر خبر محدش يعرف اذا كان حقيقي ولا كذب عن سميرة عبد العزيز، قالت فيه ان انا ممكن اعمل دور امه عادي مفيش مشكله، بس انا متهيأليش ان هي قالت كده. فيرد محمد رمضان وياخد كده سكرين شوت للخبر ده اللي محدش يعرف اصلا اذا كان حقيقي ولا مفبرك ولا ايه. فيقول لها لا للاسف فيلم اللي جاي طالع فيه يتيم، طالع فيه يتيم الام يعني، فمش محتاجك معايا. طبعا هو اصلا انا اتهيألي ان هي ما رجعتش قالت الكلام ده خالص. المهم محمد التاجي الممثل اللي قدامنا ده بيقول انا قلت لمحمد رمضان ان انا بعمل تاريخ وكده، فقال لي انت بتعمل تاريخ وانا بفلوسي هشتري التاريخ. فده كلام برضه على عهدة الخبر المنشور عن محمد التاجي، وبيقول ان هو طبعا كلام طبعا لا يمكن. التاريخ ما حدش بينفع يشتريه اساسا، يعني هتشتري تاريخ
ممثل تاني ازاي، او هتشتري تاريخ ازاي؟ انت يعني زيك زي اي حد بيقعد فترة بينجح، لو ما استمرش خلاص الجمهور بينساه وبيقلب عليه. ده يعني لو بيقدم حاجة قوية، يعني في فنانين قدموا حاجات قوية جدا فنيا عالية وما كملوش. بشرى هنا كانت عاملة أغنية برضو، وطبعا قالت الأغنية دي بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي. وطبعا في ناس أغنية اسمها كوبرا، وفي ناس يعني قالوا إن هي تريقة على محمد رمضان، وطبعا اتصالحوا في الآخر. وبالمناسبة هو اتصالح في الآخر هو ويعني أحمد الفيشاوي، وهو وبشرى بعد كده. المشاكل بقى مع عمرو أديب استمرت طبعا، مشاكل كبيرة جدا، وعمرو أديب قال بس يا بابا. وعمرو أديب انتقد محمد رمضان، فمحمد رمضان بينزل صورة عمرو أديب وبيكتب عليها بس يا بابا، وبتحصل بينهم مشاحنات قضائية كبيرة جدا. مع ان عمرو أديب كان استضافه قبل كده زمان وقال له انت موهوب يا ابني وانت عبقري يا ابني والكلام ده، لكن بعد كده الاثنين يعني دخلوا في خلاف مع بعض. وعمرو أديب ليه فيديو شهير جدا بيقول ايه اغنية اديك في الجيركن تركن ده، هتديني ايه في الجيركن؟ ايه اديلك في السقف اتمحر دي، هتديني ايه في السقف؟ فيعني كان يقصد طبعا احد الاغاني اللي غناها محمد رمضان قبل كده في افلامه زمان. نيجي عند المشكله اللي هي تعتبر حتى الان يعني من المشاكل برضو اللي خدت ضجه برضو، هي مشكله ياسمين صبري لما قابلها في حفل سحور. يعني اتنين منتجين كده كانوا عاملين حفل سحور، فطبعا بيقول لها اهلا وسهلا، فبتقول له اهلا يا ابني عامل ايه؟ فقال لها انت مجنونه يا بنتي، انت بتقولي يا ابني. طبعا فاكرين الترند ده لانه كان في الاخر. من ضمن مشاكل محمد رمضان برضو هي فكره انه نزل فيديو ليه قبل كده مع الطيار واللي هو اشرف ابو اليسر، وحصل بسبب الموضوع ده ان اشرف ابو اليسر طبعا تم اقالته من شركه مصر للطيران، واعتبروا ان هو خلى فيديو زي ده ينزل، وكان شكله مش حلو طبعا ان يبقى في فيديو متصور من كابينة الطياره. على الرغم ان ده حصل مع عادل امام مع عمرو دياب ومع فنانين كتير جدا، لكن طريقه استعراض محمد رمضان خلت ناس كتير تحس ان الطيار ده استهتر بالطياره. المشكله الكبيره جدا ان هو تسبب في رفض الطيار ده بشكل واضح جدا، انه يعني نشر الفيديو. يعني هو الطيار قال له ماشي صور، لكن ما قالوش تنزل الفيديو على السوشيال ميديا، فكان الموضوع هيعدي بالمناسبه. لكن لولا انه محمد رمضان نزل الفيديو واستعرض فيه، فبالتالي خلى الناس كلها تبقى مشحونه ضد الطيار. وكمان محمد رمضان مش محبوب قوي زي عمرو دياب وزي بقيه الناس، عنده ناس كتير برضه بتكرهه وكده، فحصل ضجه كبيره. فكان من الشركه انها تقيل الطيار ده، ولما تم اقالته ما رضاش يعوضه وقال له هجيب لك تعويض، وقال له هشغلك في مكان تاني. لكن واضح ان محمد رمضان ما عندوش علاقات اللي تخليه يشغل الطيار ده، او انه يجيب له عرض تاني، او انه يرجعه حتى للمكان بتاعه، فتخلى عنه تماما حتى بعد الحكم القضائي اللي صدر ضد الطيار. حتى بعد الحكم القضائي اللي صدر لصالح الطيار وبتعويضه مبلغ كبير جدا، محمد رمضان ما رضاش يدفع. الطيار توفى برضه، محمد رمضان ما رضاش يدفع لحد النهارده، ولسه من قريب كان عامل نقض على الحكم، والنقض اترفض واصبح الحكم نهائي واجب النفاذ. فبالتالي ورثة اشرف ابو اليسر هتبدا تنفذ التعويض ده. وطبعا هو وقت وفاته قال ان القضيه كده خلصت، لان الراجل توفى. كان احد يعني الاشخاص نقل عنه تصريح زي ده، ومحدش يعرف اذا كان التصريح ده حقيقي ولا لا، ولكن طبعا هو ما عرفش ان التعويض مكمل عادي حتى بعد وفاة صاحب الدعوة، لأن في ورثة ممكن يكملوا القضية بدله. دي كانت حلقتنا النهاردة، ودي كانت بعض المشاكل اللي تعرض ليها محمد رمضان أو اللي دخل فيها مع ناس تانية. طبعا هتقولي مشكلة العلم واللبس اللي مش عارف اللي كان لابسه قبل كده، والمشكلة بتاعت الدولارات اللي رماها في البسين. أنا بقول لك الصراعات اللي حصلت بينه وبين أشخاص تانية يعني. وعندنا حالات تانية كتير قوي في الصراعات مجمعة اللي دخلت فيها شيرين عبد الوهاب مثلا. دي اعتقد هتكون الحلقه اللي جايه من نفس نوعيه الحلقات دي. والحلقات القديمه هسيب لك لينك لحلقه محمد سامي، وانتظرنا في الحلقه الجايه.